أهلا يا صديقي، فيلمنا النهاردة بيحكي عن بطل بحرية اتصاب وبقى عاجز عن الحركة ومحبط، وفجأة الظروف رجعته تاني بطل وبقى بيقدر يعمل حاجات ما كانش يتخيلها. قبل ما نبدأ اديني خيالك ويلا بينا. فيلمنا بيحكي عن جيك بطل بحرية اتصاب وبقى محبط ومقضي معظم وقته شرب وسهر لغاية ما حصل نقطة تحول غيرت حياته. موت أخوه التوأم الكيميائي اللي كان شغال في مشروع في الفضاء وعرضوا عليه يبقى مكانه، ووافق جيك وسافر في غرف الحفظ لمدة 6 سنين. واتفاجئ جيك بحياة جديدة وغريبة ما يعرفش عنها حاجة، إنسان آلي وعربيات ضخمة عليها أسهم غريبة، وبيقابل الجنرال المسؤول عن تأمين المشروع كله على الكوكب الجديد اللي اسمه بندورا، وبيقابل سبيلمان زميل أخوه في معمل، وبيعرف إن في حاجة اسمها أفاتار، وده عبارة عن الحمض النووي للبشر مخلوط مع الحمض النووي للنافي، وبيشوف الأفاتار بتاع أخوه اللي خلاص بقى بتاعه. ودي دكتورة غريس المسؤولة عن البحث العلمي بيقدموا لها جيك. قالت ده ما يلزمنيش، أنا عايزة أخوه اللي واخد دكتوراه في علم النباتات. قال لها هو للأسف ميت، ده حكم ربنا. قالت له أنت رغاي ليه؟ أنت دخلت معمل قبل كده؟ قال لها والله يا أبلة أنا فاكر إن أنا شرحت ضفدعة وأنا صغير. وده بقى باركر المستثمر المسؤول عن كل حاجه، وغريس جايه تشكيله من جيك وانها مش عايزاه. قال لها احنا محظوظين اصلا دي يا حاجه. قالت له محظوظين ازاي يا عم الاور؟ قال لها عشان الدكتور بتاعك لقينا ليه اخ توأم وكمان كان جندي في البحريه. قالت له يا فرحتي، هي المشرحه ناقصه قتله؟ قال لها احنا موجودين هنا عشان الماده دي ثمنها 20 مليون للكيلو، وده اللي بيصرف على العلم بتاعك، والهمج بتوعك هيبوظوا كل ده. لازم تلاقي حل دبلوماسي علشان ناخد الصخور دي منهم، يا اما هنحاربهم ونحط عليهم. ويبداوا يخرجوا الافاتار ويجهزوهم للاتصال. وهنا دكتوره غريس بتسال جيك انت عملت اتصال مع الافاتار كام مره قبل كده؟ قال لها وحياتك يا ابله غريس ولا مره. قالت له طيب خش هتجيبك عشان قربت تتشل. بتساعده؟ قال لها لا سيبيني، ده انا واد شبح. قالت له انت جاي اكتر بيئه عدوانيه للانسان من غير تدريب؟ على الله ان شاء الله، ده انت فله، ما تيجي نشوف. وهنا بيبدا الاتصال بينهم وبين الافاتار، وبيفوق جيك في جسم الافاتار ورجله بتتحرك احساس نسيه من زمان، وبيحاول يقوم بس بيلاقي نفسه دايخ والكل بيحذره، بس هو نفسه يقف على رجله. وبيفك الاجهزه ويحاول يخرج من المعمل ويطلع يجرب احساس الجري في جسم الافاتار. وجاك يعجبه قوي موضوع الافاتار ده، وبيقابل افاتارايا ما كانش يعرفها. قال لها مين؟ غريس. قالت له ما انت فاكر مين يا برنس؟ خد ازلط دي وادعي لي. ويفهم جيك ان الافاتار لما ينام يصحى هو، لما هو ينام الافاتار يصحى. وبيتعرف على كابتن ترودي وبتقول له انا بقوم بكل الرحلات العلميه هنا على الكوكب. ويروح للعقيد ويقول له سمعت انك عايزني يا قائد. العقيد يقول له هنا لازم تتمرن والا هتتشلوح، انا قريت ملفك وعرفت ان قلبك ميت. ويقول له انا عايزك تبقى معايا يا جيك، عصفوره ليا عند النافي تنقل لي كل كبيره وصغيره. قال له طيب انا كده لسه مع الدكتوره غريس؟ قال له على الورق بس، لكن فعليا انت تبعي. قال له انا معاك يا رياسه، بس ايه الدنيا؟ قال له تعجبني، اول ما ترجع الوطن هخليهم يعملوا لك عمليه يرجعوك تمشي على رجلك من تاني. قال له ده كده 100 فل و14. ويبدا جيك اول رحله ليه مع الدكتوره، وبينبهر جيك بالحاجات الغريبه اللي بيشوفها، ويبداوا ينزلوا علشان ياخدوا العينات اللي محتاجينها. وجيك بيراقب كل حاجه حواليه بحرص قوي. غريس قالت له اهدى يا عم وترتني. وبعدين بتعرفوا على المدرسه اللي كانوا عاملينها للنافي، وكانوا بيتعلموا الانجليزي كويس قوي. دلوقتي المدرسه اتحولت لمخزن بسبب باركر والعقيد. الدكتوره قالت يلا بينا عايزين نلحق وقتنا، وبداوا ياخدوا العينات ويلاحظوا الاشارات الكهربيه اللي بتتحرك جوه الشجره. وفي وسط كل ده جيك بيستكشف العالم الجديد والعجيب اللي بقى موجود فيه، وكل ما يلمس ورده من الورود الكبيره تختفي، وظهر له حيوان ضخم شبه الخرتيت. جيك قال الله 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 فيها يا جدعان. جيك رفع السلاح وقال له اهدى يا ابن المجنونه. الدكتوره قالت له نزل السلاح علشان ما تعصبوش. قال لها والله هو متعصب لوحده على الاخر. قالت له ده عرض تهديدي، لو جريت هيسفلتك. قال لها طيب اعمل ايه دلوقتي؟ ارقص له؟ قالت له لا خفيف، اثبت بس مكانك. راح جري عليه وقال له اخش عياض. قال له ايوه كشكشه للمسمار ينتشر. وبعدين لقى حاجه انيل ظهرت له. قال لها يا دكتوره ده عرض تهديدي برضه؟ قالت له اهرب باقصى سرعه يا منيل. وجيك بيهرب والحيوان وراه مش سايبه، بيستخبى جوه شجره، والتاني والله ما انا سايبك. بيحاول يدافع عن نفسه كتير لحد ما بيلقطه من الشنطه ولسه هيفرمه، بيجي فاكك الشنطه ويفلق منه لحد ما يلاقي شلال هوبا ينط استرها معانا يا رب. سيبني بقى في حالي، ده انت غتت. وبيصنع رمح أو حاجة يحمي بيها نفسه في الغابة بعد ما فقد سلاحه، والظاهر كده إن في حد من النافي بيراقبه وبتحاول تقتله، بس الفراشة بتاع الشجرة المقدسة بتقف على السهم. عرفت إن دي علامة. زمايله بيدوروا عليه لحد الليل ما بيليل عليهم، وأوامر العقيد يرجعوا يبقى يرجعوا له الصبح. غريسة قالت يا رب بس يعيش لحد الصبح. وبيحاول يولع نار لما الليل ليل عليه، وبتبدأ حيوانات شبه الكلاب كده تهاجمه، ويبدأ يدافع عن نفسه بالنار اللي ولعها، ويضرب واحد والتاني ويحاول يثبت في المعركة. لكن زي ما قال المثل السنبلاويني الكترة تغلب الشجاعة. وعجبي. وهنا بيظهر ملاكه الحارس نتاري وهتك فيهم
طخ طوخ دم تك، ومسكت النار اللي كان مولعها صاحبنا وطفتها. قال لها جدعة يا فالحة، واتفاجئ ان الغابة منورة بالزهور اللي فيها. قال لها استني انا عايز اشكرك. قالت له انا مش طايقاك، تشكرني على ايه؟ مش كفاية اني ضربت حيوانات بريئة؟ انت عامل زي عيل صغير بيعمل زيطة ودوشة في المكان الموجود فيه. قال لها ما تحوريش، امال انقذتيني ليه؟ قالت له بصراحة عجبتني، قلبك ميت. قال لها رايحة فين؟ والله ما انا سايبك. قالت له يا عم اخفى من وشي، انت المفروض ما تبقاش هنا اصلا. وبعدين بتحصل حاجة غريبة جدا، الفراشات بتاع الشجرة المقدسة بتتجمع عليه. هنا بتقرر نيتاري انها تاخده، وبيظهر قائد فرسان النافي تسيتي اللي بيديله حبل في رجله بيجيبه على الارض. نيتاري قالت لهم بتعملوا ايه؟ ده الشجرة المقدسة اختارته، وحكت لهم اللي حصل. ووافق تسيتي انه يروح معاهم، والقبيلة اتفاجئت لما شافوا جيك جاي معاهم، وده يبقى ابوها زعيم القبيلة. وبيسأل نيتاري ايه اللي خلاكي تجيبي البني ادم ده معاكي؟ قالت له انا كنت هخلص عليه اصلا، بس في علامة من الشجرة المقدسة ايوه. وبيقول لها هو الكبير بيقول ايه، لانه مش فاهم اللغة بتاعتهم، لغة النافي. قالت له ما تقلقش، ده عايز يطير رقبتك. فحب يلطف الجو مع زعيم القبيلة وقال له احلى مسا على سيد الناس. هنا فعلا كانوا هيخلصوا عليه. نزلت الكاهنة بتاعتهم اللي هي تبقى ام نيتاري، وقالت انا هبص عليه وافسر العلامة بتاعت ايوه. فرد جيك بسذاجة، قال لها هي مين ايوه دي؟ قالت له نيتاري يا عم انت تايه، ما قلنا الشجرة المقدسة بتاعتنا. قالت له الكاهنة ايه اللي جابك يا ابني؟ قال لها انا عايز اتعلم يا حاجة. قالت له يا ابني والله حاولنا قبل كده. وقالت له حكمة ان صعب تملى كوباية مليانة اصلا. قال لها انت ما تعرفينيش يا كاهنة، انا اصلا فاضي على الابيض، حتى اسالي الدكتورة غريس، انا مش عالم ولا نيلة. قالت له قال لها انت بتشتغل ايه يا حلاوة؟ قال لها فضلة خيرك انا كنت جندي في البحرية. هنا قرروا انهم يخلوها علشان يتعلموا اساليب مقاتلين كوكب الارض. ومن نيتاري قالت لنيتاري انت اللي هتعلميه طريقتنا واساليبنا، ويتكلم ويمشي زينا. قالت لها يوه، هو كل حاجة نيتاري نيتاري؟ الله يقطع نيتاري واللي جايبين نيتاري. قالت له خلاص يا جيك، بنتي هتعلمك كل حاجة عننا، شد حيلك وتعلم كويس. لقاها بتنيمه فوق الشجر. قال اهلا، واول ما نام بدأ يصحى في عالم البشر. الدكتورة قالت له فوق واحكي لنا ايه اللي حصل يا منيل. وهنا العقيد اتبسط من جاك وقال له يا ريت عندي 10 منك، كنت حطيت عليهم. باركر قال له قريتهم قايمة على عنصر البوتانيوم، دورك تقنعهم يمشوا والا همشيهم بالعافية. الدكتورة قالت له نام عشان هناك بيصحوا بدري. واول حاجة بدأ يتعلم يركب الاحصنة بتاعتهم، ودي حاجة اسمها سهيلو، بتعمل توافق عصبي وتخلي الحصان ينفذ اي حاجة بيفكر فيها، بس هو لسه متعودش عليها طبعا. وبدأ يشرح للعقيد كل حاجة عن الشجرة ايوه. الدكتورة لما عرفت قررت تاخد فريقها وتروح مكان تاني في الجبال المعلقة، وبدأ يتنطط فوق الشجر، وازاي ينط من فوق شجرة بس بينزل زي العبيط. واتعلم الصيد بالسهم وبقى محترف. والظاهر نيتاري بدأت كده تعجب بيه، ويخش على الخطوة اللي بعدها، وهو انه يلاقي طائر الاكران الخاص بيه، وبيحاول يروض واحد منهم، لكن الموضوع مش سهل، محتاج واد فرود. وهوب يربط بقه ويقفش في رقبته، ويحاول يوصل للبتاع عشان يتصل بيه. يجي مديله بالراس كان هيقع من الجبل. ويرجع تاني جيك يكتفه تكتيفة حلوة، ويوصل البتاع ويقول له اهدى على نفسك، احنا خلاص يا نجم هنبقى اصحاب. مش بيبقى عارف يطير في الاول، وواحدة واحدة بيبدأ الموضوع يظبط. وهوب نتاري تاخد الاكرام بتاعها وتروح له، ويبدأوا يطيروا مع بعض ويلعبوا سوا، ويبقى ايه احسن صياد فيهم كمان. ومرة وهو طاير هو ونيتاري ظهر وحش في السما بيطاردهم وعايز يقفش حد فيهم. قعدوا يطلعوا فوق وينزلوا تحت يمين شمال لحد ما ربنا كرمهم وخلعوا منه. قال لها ايه الطور اللي كان طاير ورانا ده؟ قالت له ده اسمه ترك ماكيتو، وجد جدي كان بيطير عليه ووحد كل العشائر بيه، وده احتفال بيه انه بقى واحد منهم. نيتاري خدته بعد الاحتفال لشجرة الارواح، وقالت له انت دلوقتي تقدر تشاور على اي واحدة عجباك في القبيلة وتتجوزها. قال لها بس هي واحدة بس اللي نغششت في قلبي، بس يا رب تكون هي حاسة بيه وما يكونش حب من طرف تالت. قالت له حاسة يا منيل حاسة. والظاهر كده انهم حبوا بعض. وفجأة وهم نايمين في حضن بعض نيتاري صحيت على صوت غريب، الجرافات بتاع البشر جاية تدمر الشجرة واللي تحتها المعدن النفيس اللي عايزينه. جيك افندي طبعا نايم ونيتاري مش عارفة تصحيه، وهو في الناحية التانية بيحاول ينام عشان يرجع عالم الافاتار، ونيتاري بتحاول تنقذ حياته من الموت. ويفوق جيك يلاقي الدنيا متشقلبة حواليه، ويحاول يوقف الجرافات من التقدم، بس باركر رافض وقال خش بس وهم هيجروا. جيك مسكتش وطلع كسر كل الكاميرات. وهنا الجنود اخدوا بالهم وبدأوا يضربوا نار. هرب جيك بسرعة بس المكان كله اتدمر. العقيد راجع الشريط وعرف ان جيك هو اللي كسرها. قال اهلا، هو انت؟ تعالى يا حلو. نيتاري وجيك دخلوا عليهم وهما بيستعدوا للحرب. سوتي اول ما شاف جيك ركبته العفاريت وراح عليه اداله مقص وقعه في الارض. نيتاري قالت له مالكش دعوة بيه، ده بقى جوزي. سوتي طلع
طلع خنجره وقال له هجيب كرشه. جيك حاول يفهمه بس هو مش شايف قدامه. جيك طخ تيخ طخ هوب حط عليه وقال لهم لو سمحتوا ادوني فرصه اتكلم. العقيد وصل للموقع وبدأ يفصل الاجهزه. لسه جيك هيعترف بالحقيقه بس متاخره. سوتي قال اهو شفته ده شيطان ولسه هيخلص عليه وهيطير رقبته. جت نيتاري عامله شقلباظ وقالت له يا جاي على جوزي يا ناوي على موتي. العقيد قال له انت خذلتني يا ابني. فرحان يهبل عشان بقى ليك ديل. الدكتوره وجيك حاولوا يقنعوا باركر اهميه الاشجار دي بالنسبه للنافي وان اشجار الكوكب كلها متوصله ببعض. باركر تنح شويه وبعدين ضحك وقال انتوا كنتوا بتتعاطوا ايه عندهم. جيك اقنعه انه يديله فرصه تاني يحاول يقنعهم انهم يهاجروا من قريتهم. باركر وافق وقال له يلا نجرب. قال له قدامك ساعه واحده بس والا هسفلتهم. جيك بيحاول يقنعهم انهم يمشوا والا هيموتوا وبعدين اعترف بالحقيقه. قال لهم انا كنت جاي اصلا عشان اعرف دنيتكم وانقل لكم برضو الرساله دي وتصدقوها وتسيبوا المكان ده. نيتاري قالت له انت بتقول يا منيل ده انا امنت بيك وحبيتك واتجوزتك. قال لها بس انا اتغيرت وبقيت واحد منكم. قالت له مش عايز اشوف وشك تاني ولا اعرفك. ابوها قال اربطوا لي الجوز دول. العقيد لما شافهم مربوطين قال احنا كده عرفنا نتيجه التفاوض. يلا يا رجاله ارموا قنابل الغاز. وبدا الدخان ينتشر في كل حته في المكان فبداوا يردوا يا عيني بالاسهم اللي معاهم. العقيد قال دول العالم هبله بقى وامر انهم يبداوا يضربوهم بالصواريخ. فبدا المكان يتدمر والنار مسكت في كل حته وابو النتاري امرهم باخلاء المكان. ام النتاري قالت له لو كنت واحد مننا زي ما بتقول ورينا اماره بقى. العقيد امرهم ان كل اللي معاه صواريخ يضربها. جيك بيحاول يساعد بس الضرب شديد. الطياره دي شايفه ان كل اللي بيحصل ده غلط وقررت انها تنسحب من الحوار. للاسف الضرب دمر الشجره ووقعها. ابو النتاري الشجره وقعت عليه وقال للنتاري خدي قوسي انت دلوقتي القائده. جيك جه طيب خاطرها ويقف جنبها. قالت له ابعد عني مش عايز اشوفك تاني. باركر امر انهم يفصلوا عنهم الاتصال وده حال اي مغتصب ارض فاكر انه انتصر على شعب وهجره من ارضه بس ما يعرفش انه مهما مر الزمن صاحب الحق عمره ما هيسيب حقه. الطياره جت هي وماكس عشان ينقذوهم وفعلا هربتهم وراحت بيهم على الطياره. شافوهم في كاميرات المراقبه وبلغوا العقيد خد سلاحه وطلع يضرب عليهم نار. فلتوا منه بس الدكتوره جت لها رصاصه. جيك قال للدكتوره ما تقلقيش هخليهم يساعدونا. قالت له ايه السبب اللي هيخليهم يساعدونا. وراحوا بالكرفان المجهز بعيد في الجبال. قال له ايه الخطه يا جيك. قال له والله يا ابني مفيش خطط رزقي ورزقك على الله. وفتح جيك عينيه وهو مش عارف هيعمل ايه. فجأة ظهر له الطائر الخاص بيه. جيك عارف ان اللي ملوش قلب ملوش رزق واحيانا حياة الواحد بتبقى واقفة على حركة مجنونة. قرر جيك انه يروض ترك ماكيتو اشرس طائر. وفجأة وهم قاعدين عند الشجرة المقدسة لقوا ترك ماكيتو داخل عليهم. طبعا كلهم اترعبوا بس لقوا جيك نازل من عليه. هنا اتأكدوا من صدق نوايا جيك والصاحب خلاص هو والقائد سوتي وطلب منهم انهم ينقذوا صاحبته الدكتورة. ام النتاري قالت له احنا هنحاول ننقل روحها من الجسم ده للجسم ده بس الحالة متأخرة. الدكتورة قالت لجيك انا مع الشجرة ايوه الموضوع طلع حقيقي فعلا بس ماتت. جيك قال لتسوتي انا عايز اتكلم مع الناس. البشر اخدوا ارضنا ومحدش قادر يوقفهم. احنا هنديهم درس مش هينسوه ابدا. انا عايزكم تطيروا معايا لكل البلاد اللي جنبنا وتبلغوهم يجوا وان الطائر العملاق ده مستنيهم وهيطيروا معايا ونطرد البشر من كوكبنا. نط جيك ونيتاري على ترك ماكيتو وطاروا وباقي القبيلة جم شادين وراهم وفعلا راحوا كل البلاد اللي جنبهم واقنعوهم بالحرب عشان يطردوا البشر من ارضهم. وفعلا بدأت القبائل كلها تتجمع والجيش يكمل. من ناحية تانية العقيد كان قاعد بيخطط وعرف ان القبائل بتتجمع وبدأ هو كمان يجهز وبدأ يحمل الطيارات بالقنابل والصواريخ. صاحبهم اللي لسه موجود مع العقيد حذرهم انه محمل اخطر انواع القنابل وهيدمر الشجرة الام. جيك راح للشجرة الام يطلب مساعدتها. نيتاري جات له وقالت له ما تقلقش ان شاء الله ربنا هيقف جنبنا وهينصرنا على الظلمة دول. تاني يوم الصبح بدأ جيش العقيد يتحرك والطيارات كلها دورت وطالعة ناحية الشجرة الام وبدأوا يوصلوا فعلا في مشهد مخيف ومرعب. ومن ناحية تانية جيك ورجالته طايرين يقابلوهم وبدأت بعض الطيارات تعمل انزال للجنود والجنود نزلوا في الغابة وبيتحركوا وهم قلقانين. وهنا بقى فريق الفرسان بيجروا بكل قوة وجيك لف من الناحية التانية وادى رجالته الإشارة. جيك هجم عليهم من فوق من غير ما يشوفوه وبدأ كل طائر يشتبك مع طيارة ويتفوق عليها. العقيد قال لهم اضربوا عليه صواريخ فورا وعلى الأرض بدأوا يشتبكوا مع بعض. وهنا ظهر تفوق المعدات الحديثة عليهم وبدأوا يوقعوا كتير منهم على الأرض وفي الجو. لكن جيك برضو كان بيحاول يدافع بكل قوة ونيتاري رشقت السهم في صدره بس للأسف التفوق الجوي بدأ يظهر. على الأرض بقى بدأوا ينسحبوا. العقيد أول ما شاف جيك اتجنن وقال له طير وراه واضربه بكل اللي معاك. وبدأ جيك ينوره ويهرب منه واتفاجئ بطيارة جاية بتضرب فيه. قال لها هو انتي؟ قالت له ايه رأيك؟ مفاجأة. وبدأوا يضربوا على بعض نار كتير لحد هي للأسف ما اتصابت بصاروخ في المحرك وبدأت طيارتها تقع. وده طيار غلس مش سايب نيتاري. وفجأة واحد من على الأرض بيصيب الطائر بتاعها وبتقع نيتاري هي والطائر على الأرض. وشافت
شافت نيتاري حجم الدمار اللي بيحصل وحست انهم خلاص بيخسروا المعركة. تسوتي طار عليهم وبيحاول يعمل اي حاجة، وفجأة وهو بيضرب فيهم اتصاب بطلقة ووقع، وبدأوا فعلا ينهزموا والغابة اتحولت لجحيم. نيتاري قالت لجيك الموضوع خلص وكتير ماتوا. جيك قال لها ما تهجميش وانسحبي، بس هي نفضت. الجنود شافوا في الرادار عدد كبير داخل عليهم. نيتاري لقت حيوانات الغابة كلها بتحارب معاهم. الظاهر كده ان الغابة سمعت كلام جيك وخلاص الجنود بدأوا يقولوا يا فكيك. الحيوانات فعلا شلوحتهم وحطت عليهم. جيك لقى الطيور كلها جاياله برضه، والحرب اتحولت بفضل حيوانات الغابة اللي بتهجم بكل شراسة لأنها بتدافع عن أرضها ضد أقوى الأسلحة الحديثة والمتطورة. وفجأة لقت نيتاري قدامها الحيوان المفترس ده، فقالت تجرب كده تروضه وتحارب بيه. العقيد برضه مصمم يدمر شجرة الأرواح، بس جيك مش هيسيبه يعمل كده. نط جيك على الطيارة بكل شجاعة وبدأ ضرب في الأبراج وخلص عليهم، ورمى قنبلة في المحرك عشان يدمر الطيارة. وفعلا الطيارة مالت ناحية الجبل والجناح اتكسر، ومش فاضل كده غير طيارة العقيد. بس على مين؟ جيك مش سايبها، فتح مجموعتين قنابل لسه هيرميهم. العقيد لمحه، راح بسرعة مغير اتجاه الطيارة عشان يوقعه، وفعلا وقع والقنابل وقعت من ايده. بس حظه حلو، في قنبلة اتعلقت في المحرك وانفجرت وعملت خلل كبير في الطيارة. جيك وقع واتعلق في صاروخ من الطيارة. العقيد فقد أعصابه وطلع عشان يموت جيك. بسرعة جيك رمى الصاروخ في مروحة الطيارة، خلى المحرك انفجر وخلاص الطيارة بتقع. العقيد جري على البدلة بتاعته وبدأ يلبسها، ولحق ينط من الطيارة قبل ما تنفجر. العقيد شاف الكرفان بتاع جيك وراح يدمره. نيتاري لحقته في آخر لحظة وهجمت عليه. الوحش اللي مع نيتاري قوي والعقيد مش قادر عليه، وبيحاول يوقفه بس مش عارف. وبينجح العقيد بالخنجر انه يقضي على الوحش، ولسه هيخلص على نيتاري بس جيك يلحقها ويقول للعقيد استسلم خلاص الموضوع خلص. العقيد قال له ايه اللي خلص؟ ده انا اللي هخلص عليك دلوقتي. جيك قال له طلبتها ونلتها. جري لقط جيك الخنجر بتاع الانسان الآلي وهجم على العقيد، بس العقيد بيحاربه بكل قوة وشراسة وعايز يخلص عليه. جيك بيدافع عن نفسه ويرشق له الخنجر بس بيجي جنب دماغه. العقيد بيطير الكابينة ويلبس الماسك بتاع التنفس. العقيد جات له فكرة تاني وهو انه يدمر الكرفان. جيك يحاول يمنعه بس العقيد كان اقوى منه ويرفع جيك من شعره ولسه هيطير رقبته. وهنا نيتاري بتبدأ تحرر نفسها وبسرعة على القوس بتاعها وتدي سهم للعقيد في التاني تخلص عليه وتجيبه على الارض. نيتاري بتحاول تفوق جيك بس مش عارفة. من ناحية تانية جيك جوه الكرفان عايز يوصل للماسك عشان يتنفس بيه بس مش طايله. نيتاري بسرعة بتفتكر الكرفان وتجري عليه وتدخل بسرعة وتوصل الماسك لجيك عشان يقدر يتنفس وفعلا يفوق جيك ويرجع للوعي. وبكده انتصر السكان الأصليين ويمشوا المحتلين من أرضهم. الحكاية اللي بتتكرر على مر التاريخ والنهاية في الآخر واحدة، وهي انتصار أصحاب الأرض وهزيمة المحتل مهما طال احتلاله. لو عجبك فيلمنا يا صديقي لايك وسبسكرايب وقول لنا في التعليقات ايه الفيلم اللي جاي اللي انت عايزه. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك. الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك. موطني 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 موطني. الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيت أو يبيت. نستقي من الردى لن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد. موطني 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 موطني. الحسام واليراع لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا. مجدنا وعهدنا وواجب إلى الوفا يهزنا يهزنا. عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف. غاية تشرف وراية
ترفرف يا هناك في علاك.